30 من بداية أحداث الشوط الأول، والتعادل وإيمانويل ويعدي وركلة جزاء، ركلة جزاء يعدي وكنتروله حلو قوي، ومصطفى كمال ينال الإنذار في أول هجمة منظمة في الدقيقة 35. متابعينا في كل مكان، يتقدم إيمانويل أودول ويعدي وهو بيرقص أحمد مصطفى كمال، يدخل وداخل أمير قيصر ومصطفى كمال وجول، جول فرحة أبناء الرجاء، جول يتقدم الرجاء على مصر المقال. هيلعب الركلة الحرة المباشرة، وبدلا من بركات عمر بركات عمرو بركات، وتسديده وجول، جول السيد حمدي يدخل يسجل الهدف. الكرة تتلعب والله، ده احمد ميدو يسجل الهدف، احمد حسام ميدو. هنشوفها كرة سريعة، هدف سريع مع بداية احداث الحكم فيها انذار. يا سلام يا هشام يا محمد، يا سلام يا هشام يا محمد، ما ادانيش فرصه ان انا اقول حلوه، انما طالعه رجلك كره جميله والله يا ابني. ومصطفى كمال بيرفع ايده للسماء شكرا، وكل فرقه المقاصه فوق هشام محمد. البديل اللي لسه محمد عبد الله ينقل الملعب لقيصر، واكيد طبعا اسامه جابر عاجبه الهدف، وركله جزاء تانية، يوه النهارده يا عدوي. والانذار لاحمد حسام، وركله جزاء في الدقيقه 36 من الشوط الثاني. هل يفعلها قيصر ويتعادل؟ وادي العدوي مدي الانذار وراح وقف مكانه، ونشوف الكره مره ثانيه اهو. احمد نازل شده من 30، كان ميعاده في الشوط الاول في نفس الميعاد، سجل في الشوط الاول ويسجل في الشوط الثاني. التعادل امير قيصر يفتتح الاهداف، وحتى الان بيقفل الاهداف. سجل هدف في الشوط الاول في الدقيقه 37. مره ثانيه محسن يعمل العرضيه، عمرو نبيل، جول سجله طارق سالم. مش معقول، جماهير الرجاء هتتجنن، الجهاز الفني هيتجنن، نقولوا ايه؟ لعبه في الوقت اللي يعني منتهي. ادي طارق سالم الدنيا كلها مش عارفه تاخد منه حته، ومصطفى كمال زعلان. دراما في ارض الملعب، الفرحه والحزن الاتنين معانا، انما المباراه احنا مستمتعين بيها مفيش كلام. بص فرحه ابناء الرجاء، والله ابراهيم ابو